ومنهجنا نحن أهل السنة في يزيد أننا لا نحبه ولا نلعنه. فاللعن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش. ماذا فعل اللعين أبو لؤلؤة المجوسي النهاوندي لعنة الله تعالى عليه؟ يزيد حكم 3 سنوات، بالسنة الأولى قتل بها الإمام الحسين وأكثر من 15 صحابي من صحابة النبي وأكثر من 50 شخص من قرايبه وولد عمه ومن التابعين بكربلاء. وبالسنة الثانية حاصر المدينة قتل بها 70 صحابي وأكثر من 10,000 شخص من التابعين. وين قتلهم؟ قتلهم عند المسجد النبوي وعند المنبر وحتى عند القبر الشريف. بعدها أباح المدينة 3 أيام الجيشه. روايات أهل السنة تقول أنه 1000 امرأة ولدت من دون زواج من خلال هاي الحادثة اللي اسمها واقعة الحرة. وبالسنة الثالثة ضربوا الكعبة بالمنجنيق وحرقها. واحد كافر طاغي من حطب جهنم يسألوك عنه تقول لهم والله ما أحبه. هم شنو سألك عن ممثل لو عن لاعب مشهور؟ وليش ما تلعنه؟ الله سبحانه وتعالى ب 32 آية بالقرآن يلعن الظالم والكاذب والكافر والمنافق والقاتل. ويزيد قاتل، حتى اللي يؤذي النبي الله يلعنه. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يعني أنت كل ما تقرأ قرآن تلعن أبو لهب اللي هو عم النبي واللي ما قتل أحد من قرابة النبي، ويزيد اللي قتل ابن بنت رسول الله ترفض تلعنه، مع العلم أنه رب العالمين هو اللي حث الناس على اللعن بعدة آيات، مثل آية أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، خلى منزله للاعنون، مثل آية إن الله وملائكته يصلون على النبي. هنا قال لك الله يلعن وهذول اللاعنين هم يلعنون. بعدين هو اللعن شنو معناه؟ شغله عيب لو شنو؟ لا، معناه شغلتين: الأولى البراءة من هذا الشخص أو من هاي الجهة، وهذا شيء مطلوب، وثانيا الدعاء من الله سبحانه وتعالى عدم إنزال الرحمة بحق هذا الشخص، مثل آية ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فأنا أمشي على عقيدتك المنحرفة المخالفة لكتاب الله والشريعة، لو أمشي على القرآن يا سنة اللي جاي تحكي بيها، وبكتاب صحيح مسلم باب كامل بعنوان من سبه النبي أو لعنه أو دعا عليه ولم يكن أهلا لذلك. فهذا قرآنك وهذا صحيحك وهي عقيدتك. ضربتهن عرض الحائط، من كان الكلام على الإمام الحسين ابن رسول الله، ومن كان الكلام على عمر بن الخطاب رجعت تسب وتلعن. المهم انت ايش تعتقد اعتقد وظل فكرك متناقض، بس احنا نخاف عليك لا تكون ناصبي. اما الشيعة ماخوذة عقيدتهم من القرآن والعترة، لذلك راح نبقى نلعن يزيد ونلعن ابوه معاوية ونلعن حتى اللي نصب معاوية.